كتبدا القصة ديالنا مع القرع حبيب الجماهير. اشنو غادي يوقع؟ دبروا عليها من هاد القرع مجبد في دارو كيتصنت لعظامو، حتى كيسمع شي وحدين كيضربوا ليه في الطونوبيل. ناض طالما الشارجم كيلقى واحد الرباعه باغيين يسرقوا ليه الطونوبيل. ناري بوك ما لقاو شكون اللي سرقوا غير القرع هز واحد العصا ديال الهوكي وهبط يديه شرع يدو. اوصل عندهم قال لهم تبارك الله على وليداتي الزوينين، اشنو كديروا تماك؟ قال لي واحد العزيوه سير بانا الصلاه نعس. قال لي شنو هو؟ واتكى على واحد عوقو، وواحد جبد موز قال القرع جيني نيشان، وهو يجيبو نيشان رعفو. والعزيوه طلع معاه بنجه قال ليهم نعاود نشوفكم في هاد السيكتور، نعلق باباكم في داك البوطو. وتحرك بحالو للدار. والنهار الثاني القرع مشى للكوميساريه، كان خدام ضابط. المدعي العام كيقول ليه واش القرع البلاصه اللي كتكون فيها خاصك تكبتها فيها 15 يوم. هادي دخلتي شنقتي على كوميسير. السيمانه اللي فاتت دقدقتي واحد في الكازينو، والبارح فرشختي ثلاثه ديال الشباب بالعصا ديال الهوكي. واش انت القرع غادي نبقاو مراقبينك غير انت؟ كاع صحابك عندهم في التقارير الاعتقال، الا انت عندك في التقارير غير التفرشيخ. احنا علاش دايرين هذيك المحكمه؟ دابا المصير ديالك بين يديا، نقدر ندفع الاوراق ديالك للوزاره الداخليه يجروا عليك من الخدمه. القرع كعاونه تشنق عليه قال ليه مازال ما تزادش لي هددني، وهذيك الخدمه هي الخدمه الوحيده اللي عندي، الا مشاو حتى جراو عليا منها غادي نخلي ضربوك وغادي تزيد سميتك في هذاك التقرير. ومشى للبيرو ديالو. احتاجت عنده الصديقه ديالو فروس اللي كانت بوليسيه. قالت لي الطلب ديال الترقيه ديالي ترفض، ما عرفش مناش. قال لها ما تكعايش، راه اغلب الطلبات في اول مره كيترفضوا، انت غير بقاي مركزه على خدمتك وعاودي دافعي ليهم، المره الجايه غادي يقبلوك ان شاء الله. احتاج عنده الرئيس ديال الضباط. اشنو درتي البارح القرع؟ ها انت شوف صورتك تاني في الصفحه الاولى ديال الجريده، وليتي غير انت اللي خدامين معاك الجرائد، كل نهار كنصبحوا على تصويرتك في الصفحه الاولى في الجريده. هاد الكوميساريه تشوهات غير بسببك. عرفتي اش غدير؟ خذ لك واحد الاستراحه وسير ارتاح وراجع الافكار ديالك. قال لي انا ما بغيت لا استراحه لا والو، انا باغي نخدم، وهذوك الثلاثه كانوا باغيين يسرقوا لي طونوبيلتي. واش بغيتيني نبقى نتفرج فيهم بس سعاده الرئيس يبقى فرحان؟ شافو كاعي ويقول لي دير عقلك القرع، لا تولي مخرجنا في شي حيط. وناض تحرك بحالو. قرع من بعد ما سال السيرفيس ديالو تحرك عند صاحبه المحقق اللي سميتو روبرت، عزاه في مرتو اللي ماتت. من بعد الجنازه دار واحد البواط باش يضربوا شي كويسات وينسى الموت ديال مرتو. وفي نفس اللحظه غادي نشوفوا واحد البوليسيه غاديه لدارها على رجليها، حتى خرج ليها واحد تيرالاف في عنقها صفاها ليها وتحرك بحاله. القرع في دارو يلاه بغى ينعس، حتى عيط عليه برون علمو بالجريمه اللي وقعات. مشى ديك الساعه لموقع الجريمه، جات عنده فراس قالت لي هاد البوليسيه كانت سميتها ساندرا، كانت كتقرا معايا في المدرسه ديال البوليس، وغتنتشر هاد الجريمه في كاع الاخبار. برون دار اجتماع طارئ وجمع كاع البوليس، قال لهم بما ان المحقق روبرت واخد الاجازه بسبب الموت ديال مرتو غادي ياخد هاد القضيه المحقق بريتو القرع. في نفس اللحظه فلوس في دارها، حتى سمعت الدقه انفتحات لقات واحد الشاب سميتو مايك، ولد جيرانهم كتعامل معاه بحال خوها الصغير. جاي مخلوع قال ليها راني واقع ليا واحد المشكله كبيره، شوفي اشنو غادي ديري ليا. قالت لي اشنو اللي كاين؟ قال ليها كنت كنبيع مع صحابي السكر كلاصي، وجا عندنا واحد الهندي زاد معنا في الهضره، وانا نشير فيه جبتو دوده وكنظن باللي صفيتها لي، ديري شي حاجه وعطيني. قالت لي الا لقيتو مات غادي نجي نعتقلك بنفسي، ولا لقيتو باقي عايش غادي نعتقك من هاد المصيبه، ولكن غادي تبعد على هذوك صحابك وما تبقاش تجي عندي مره اخرى لهنا. قال لها غير كوني هانيه، هذه اخر مره غادي نوقف مع دوك صحابي. ومشات عند القرع طلبت منه يعاوننا في القضيه ديال مايك. قال لها غادي نصيفطك عند واحد صاحبي محقق سميتو ستوكس، قولي لي انا راني مصيفطني عندك القرع وغادي يعاونك في اي حاجه. وفي نفس اللحظه غادي نشوفوا في واحد المقر ديال واحد الجريده واحد الصحافي سميتو توماس، جاه واحد الاتصال من واحد الشخص مجهول اللي كان هو غالاطا اللي صفاها للبوليسيه. قال لي انا غادي نبقى نصفيها للبوليس، ومن تالي منهم غندوز شي صحفيين، وانت غادي تخدم معايا وغادي تولي مشهور، وغادي نبقى نعطيك المعلومات على اي حاجه غنديرها، وانت بقى غير كتنشر في الجريده ديالك. توماس عجبته الفكره، كان باغي يكون هو السباق للحدث قبل من الصحفيين الاخرين، وغادي يولي مشهور في البلاد. قال لي اشنو غادي دير اليوم؟ قال لي غادي نصفيها لواحد البوليسي وقطع عليه التليفون، ومشى قصد واحد البوليسي سبو بغى يهبط يعتقله. قال جبد الفردي تيرافي صفاها ليه وتحرك بحاله. الناس تخلعوا من هذاك الشيء اللي شافوا، الاخبار انتشرت في الجرائد والضغط زاد على البوليس. بريد جالس مع القرا كيناقشوا في الحل ديال هاد القضايا ديال هاد المجرم، كل واحد تكلف بحاجه يحقق فيها. بريد مشى يحقق في كاع اللي عندهم سوابق في الجرائم، وكيشوف حتى في التسجيلات ديال كاميرا المراقبه باش يشوف وجهه. اما القرا في الجهه الثانيه كيتسركل على وجه العداله وكيسول فيهم على المجرم، حتى وصل عند واحد سميتو ريد قال ليه راني كنعرف هاد المجرم اللي كتقلبوا عليه، ولكن ما غادي نقول والو حتى تحط لي عمار ورقه تنطح ورقه. القرع شدو، اما سمعتكش مزيان، شحال بغيت
بغيتيهم كاش ولا اسبيس؟ اليوم راه ما عندي ما يدير، غادي ندير هاد النهار كامل غير ليك نتايا. دابا غادي نشربوا واحد المشروب وغادي تعاود ليا اللي عارفو. عيط على السربي جاب ليهم 2 كيسان. القرع قال لي شتك كتشوف فيا وتخلص الراجل في هاد الكيسان. قال لي انا ما كنشربش هادشي. شاف في القرع بان ليه كاعي، جبد الفلوس وخلصوا. القرع قال لي غير خلي ليك الصرف بصحتك وراحتك، وقال لي دابا هضر اشنو كتعرف. وبدا كيعاود لي. قال لي واحد الراجل في لاصال صفاه لواحد الكلب ديال البوليس وصور ليه فيديو حطو في اليوتيوب. وملي سولو واحد علاش درتي هادشي قال لي هادشي غير تجربه على داكشي اللي بغيت ندير. قال لي اشنو سميتو هاد خاينه؟ قال لي انا ما عرفت سميتو، غير سير لاصال اللي كيتريني فيه وسول عليه غادي يعطوك سميتو حتى العنوان ديالو. القرع مشى عاد براد قال لي القضيه غاديه وكتعقد، ما كاين حتى شي دليل نوصلوا لهاد المجرم حاليا. يلا وصلت واحد القاينه صفى لواحد الكلب ديال البوليس وغدا نصبحوا عليه. بريد بدا يعاود لي على حياته ملي دخل يخدم في البوليس. قال لي كان واحد في الحي ديالنا كان كيسلخ الدراري الصغار وشديتو اعتقلتو وديتو للكوميساريه، ولكن غادي يرجعوه تلقوه حيتاش قال لك ما كاين حتى شي دليل ملموس وانا ناخذ حقي بيدي. واحد الليله مع 4 ديال الصباح مشيت قصت الدار ودقيت حال عليا وانا ندخل لي بيه واحد العصا حطو بها حتى صفيتها لي. وملي صباح الحال وهو كيعاود كيضرب على القرع كيبان لي جابدها بنعسه. مع صباح الحال مشاو عند قلاطه للدار دقوا عليه اشكون؟ قالوا لي انت حل قال لي مشكل شنو بغيتو؟ قالوا لي بغينا نقلبوا دارك. قال لهم عندكم شي مذكره بحث؟ القرع قال لي انا هو المذكره. ودخل هو وصاحبه كيقلبوا في الدار على شي دليل كيثبت باللي هو المجرم. قلاطه كيقول القرع علاش كتقلب؟ قال لي كنقلب على شي كاميرا ناخذ معاك بها شي تصويره وانت وجهك ما عرفتش فين شايفه. قال لي واقيلا غير تغالط لك مع شي واحد. القرع نسى باللي كان عطاه واحد القتله ملي كان شنق عليه واحد خاينه في الكازينو وكان معاه قلاطه شراكم بجوج. من بعد ملي ما لقاو عنده حتى شي دليل خرجوا. القرع عاد تفكر باللي كان عطاه قتله ديال العصا في الكازينو. خرجوا من العماره. ريدي كان سامر حدا العماره كيتسنى في قلاطه يخرج حتى ضرب عليه خارج. خلاه حتى مشى ودخل لدارو يقلبها. وقلاطه كان مشى كيراقب في المحقق روبرت حتى رجع للدار. ضرب على السانسور اش من طابق طلع عليه وتبعو ضاق عليه. اما حل الباب هجم عليه بالفردي ابغى يصفيها ليه. روبرت طير ليه سلاح وبدا مرونها معاه حتى هز واحد مطارقه بغى يدخل ليه بيها غادي يحيدها ليه قلاطه وحكمو بقى كيضربوا بيها حتى صفاها ليه. وخدا اللبسه ديالو ديال البوليس وخوالها نكول في الدار وشعل فيها العافيه وخرج بحاله. جاو رجال ديال المطافي. قلاطه عيط على الصحافي توماس قال لي هاد الخبر مازال في ميلكتها راني صفيتها للمحقق روبرت بواحد المطرقه وهاد الخبر ديرها في الصفحه الاولى ديال الجريده ديالك. وتحرك لواحد الباركين حط فيه واحد الكوفر ديال واحد الطونوبيله كاع ديك الحوايج ديال روبرت والسلاح ديالو وتحرك بحاله. ريد كان كيراقب فيه خلاه حتى مشى وقص الطونوبيله فتح الكوفر لقى فيه كاع الادله اللي كيدلوا باللي انه هو المجرم اللي كيقتل البوليس. هنا بانت ليه الافير في هادشي. عيط للصحافي توماس قال لي انا عارف شكون المجرم وعارف حتى سميتو وغادي نعطيك ادله على هادشي باش نشرهم في الجريده ديالك. غادي تعطيني 50,000 دولار وكاش. قال لي حتى نشوف الادله عاد نعطيك الفلوس. عطاه العنوان اللي فيه وقال لي جي لعندي. اما القرع مع سمع صاحبو روبرت مات حقد وبغى غير ينتقم. مشى هو وبريت عند الدكتوره اللي خدامه في القسم الجنايات سولوها واش كاين شي دليل على هذا المجرم. قالت ليهم والو. الدار كامله تحرقات ما بقات لا بصمات لا حتى شي دليل على هذا المجرم. اما البوليسيه فروست مشات تلاقات بالمحقق ستوك صاحب القرع على ود القضيه ديال مايك. قال لها راه هضر معايا القرع وهذاك الهندي اللي ضربو مايك راه باقي عايش وانا غادي نتكلف بهذه القضيه غير ضربوها على حساب. اما القرع جالس في الكوميساريه قال واحد البوليسيه دخل يشوف ليا قالات واش عنده شي صوابيق. دخلات كتقلب لقات عنده صوابيق كان شفار. قالت لي هاد الوجه اللي عنده ديال الاجرام. قال لي انا شاك فيه هو من ورا هادشي كامل اللي كيوقع. في نفس اللحظه توماس وصل عند ريد حل ليه الكوفر وراه كاع الدلائل حتى وصل قلاطه كيضرب عليهم حال لي الكوفر كيقلبوه. ريد قال توماس وريتك داكشي اللي بغيتي ودابا عطيني فلوسي. ومشاو لواحد البواط جبد ليه الفلوس عطاها ليه. قال ليه ما غاديش نقول لك سميت هاد المجرم حتى نحسب فلوسي كامله. وتحرك دخل الطواليت وبدا كيحسب فيه حتى دخل عليه قلاطه ما عرف راسو باش تبلا وعرف هي هذه النهايه ديالو. قال ليه راني ما قالش لي سميتك. قال ليه راني عارف يلا هنا وتقولها لي. وقال لي كيفاش عرفتيني انا هو المجرم؟ قال لي راني خديت العنوان ديالك من لاصال اللي كنتي كتريني فيه وبقيت كنراقبك. قلاطه جرو من شعره ودخلوا للطواليت صفاها ليه وهز الفلوس وتحرك بحاله. جاو البوليس والقرع حضر اقصد البارمان. قال لي راه شي مشروب. قال لي سدينها القرع قال ليه ما غاديش نعاود الهضره. شد هاد الكاس عمرو عرف باللي القرع ما كيعاوش الهضره. عمر ليه الكاس وقال لي هذا على حسابي. القرع نزل عليه قوم واحد ومشى كيحقق مع توماس على هادشي اللي وقع. عاود ليه باللي دار مع ريد يبيع ليه شي معلومات على المجرم ووراه شي ادله على المجرم كانوا في واحد
كوفر ديال الطونوبيله في واحد الباركين، وقال لي باللي عطاه الفلوس ودخل الطواليت باش يحسبهم، وملي تعطل دخل عليه لقاه ميت والفلوس ما كايناش. هنا القرع هو وبريد مشاو للباركينغ، حلوا الكوفر ديال الطونوبيله ما لقاو فيه والو، ومشاو كيشوفوا التسجيلات ديال الكاميرات المراقبه، حتى هما لقاهم ما كانوش خدامين. القرع رجع للكوميساريه كيقلب في المعلومات ديال كالاطا، قلب على شكون البوليس اللي كانوا شدوه، لقى ساندرا ومن وراها البوليس الثاني ومن وراهم روبرت، ومن بين البوليس اللي كانوا شدوه هي البوليسه فروز. تاكد 100% باللي هو هذا اللي كيقلبوا عليه، وباللي فروز هي الضحيه التاليه وحياتها في خطر. عيط لواحد الدوريه يمشوا لدارها، وعيط على فروز اللي كانت يلا كتدخل لدارها. امعه بغات تجاوب، نيش عليها كالاطا بواحد المطرقه، خوات عليه وتكركبت هي وياه في الدروج. احتاج مايك اتلا عليه بغا ينقذها، كالاطا شدو جرو الطريطوار، هبط عليه برجلو العنق وصفاها ليه. حتى كيسمع في البوليس جايين تحرك هربان. فروس مصدومه من مايك اللي كتشوفو ميت قدامها. جاو البوليس والقرع وصل حاقا، قال بريد باللي كالاطا هو مول هادشي كامل. مشاو لدارو، القرع طردق الباب، دخلوا يقلبوا عليه ما لقاوش، رونوا الدار كامله ما كيلقاو عليه حتى شي دليل يوصلهم ليه. لقاو غير واحد التصويره ديالو نشروها في الاخبار، وقالوا الناس باللي هذا هو المجرم، واللي شافو يتصل بالبوليس. تم الناس عرفوا فين كاين، علموا البوليس حضروا اللوطين اللي كان جالس فيه. القرع جاي حاقد باغي غير يشدو يدندغو، ادخل عليه ما لقاش. القرع عرف باللي يلا هرب، اقصد البارك وبان لي كالاطا هربان، نقص تبعو. القرع صاعر غادي صاروه، وكالاطا غادي هربان مره. عرف باللي الا شدو القرع غادي يحسن ليه بلا ما. القرع تابعو، ما كيبانو ليه لا كاميوات لا طونوبيلات، كيبان ليه غير كالاطا. دخل تخبى ليه في واحد تران، حتى شافو القرع غادي قاصدو، حتى تلاحوا عليه البوليس جروه، وكالاطا سلم راسو، ضربوا ليه المينوط وداوه الكوميساريه. دخل عنده القرع وبراد يحقوا معاه، قال لهم ما غادي نقول حتى شي حاجه حتى يجي المحامي ديالي. قال لهم المحامي الا ما لقيتو عليه حتى شي دليل من هنا 24 ساعه غادي نطلقوا قانونيا. مشاو ناقشوا الموضوع مع برين، قال لهم القانون ما كيعترف بشي جريمه على شي متهم بلا دليل، حنا عارفين باللي هو اللي ارتكب هذوك الجرائم، ولكن القانون غادي يطلق سراحه. القرع مشى هو وبراد لواحد البواط وكيناقشوا اشنو غادي نديروا في هاد القضيه. القرع قال لي انت غير طبق هذاك الشيء اللي غادي نقول لك، وانا عارف اشنو غادي ندير. ورجعوا للكوميساريه، دخلوا عند كالاطا، قال ليه القرع كنت في بلاصتك كنت غادي نعترف بكاع هذوك الجرائم اللي درتي، وغادي نقول لك واحد الحاجه، في الحبس غادي تكون في امان على برا. ودابا يلا عرفت علاش درتي هذاك الشيء، على قبل هذيك القتله اللي كتعطيتك في البارو بغيتي تنتقم مني، مشيتي لعند هذوك اللي اعتقلوا، مالك ما جيتيش لعندي؟ انا عارفك ما تقدرش حيتاش انت غير خواف. القرع افتزو باش من يخرج يدير هو الهدف ديالو. نهار الثاني تلقوا كالاطا خارج كيتقعص وكيتحلف على القرع، غادي نتلاقاو مره اخرى غادي نشدك نفلص. وتحرك فرحان قدام الصحافه، حتى شي واحد ما قدر يلقى عليه شي دليل. والقرع كيشوف فيه وحاقد. برين قال لهم عينيكم تبقى عليه، لا يصفيها لشي واحد اخر. النهار الثاني القرع مشى حضر الجنازه ديال صاحبه المحقق براد، وكان كايح حيتاش كان من اعز اصدقاء ديالو. حتى وصل كالاطا اللي كان تنكر باللباس ديال البوليس اللي كان خدام من براد، ومراقب القرع باغي غير يصفيها ليه. حتى القرع تحرك بحالاته، ركب كالاطا في الطوموبيل وتابعوا من اللور حتى وصلوا لواحد المبنى. ادخل الباركينغ، القرع عيط على واحد جوج ديال البوليس كانوا مراقبين الدار ديال كالاطا، قال لهم فيناهو؟ قالوا ليه راه باقي في الدار، باقي مازال ما خرجش. هبط القرع من الطوموبيل وطالع الفوق، وكالاطا تابعو حتى وصل للسطح. نيش عليه كالاطا بالفردي وقال ليه دور لعندي. دار لعندو كان بريد، اتصدم حتى بعث مع القرع بواحد الحديده طير ليه السلاح وهبط عليه بيها. كالاطا جبد موس بغا يواجه به القرع شدو قال لي قلتي لي غادي تشدني، اشنو كنتي غادي دير ليا؟ قال لي غادي تعتقلني مره اخرى وغادي نخرج، وملي غادي نخرج غادي نرفع لك قضيه باللي ضربتيني، المحكمه غادي تخرج ليا تعويض. القرع قال لي شكون اللي قال لي غادي نعتقلك؟ انا غادي نحقق العداله بيدي، والصحافه ما غاديش يعرفوا باللي البوليس عندهم علاقه بالموت ديالك، حيت جوج ديال البوليس مراقبين الدار ديالك وعارفين باللي كاين فيها الداخل. وبريد عطاه سلاح تيرا فيه صفاها ليه، ورجعوا خداو الحديده والحوايج باش يحيدوا اي دليل باللي هما اللي صفوها ليه. القرع قال لي هذا مسمار وطرقناه، هارا المسامر الاخرين، وحتى لهنا غادي يسالي الفيلم ديالنا.